احمد عبد الرؤوف يكمل ولا يمشي؟ طبعا بعد اللي حصل امبارح وهزيمه نادي الزمالك قدام النادي الاهلي كلام كتير بيتقال عن موقف احمد عبد الرؤوف واستمراره من عدمه في نادي الزمالك. قبل ما نتكلم عن استمراره او مشيانه لازم نسال نفسنا سؤال: المدرب اللي هيجي مكانه سواء اجنبي او مصري هيكون سعره كام؟ اترجينا كتير وقلنا خلاص الاهلي اخذ السوبر، رجعوا لنا الارض من فضلكم، لان المجلس ده مش هيعرف يفكر في حاجه جديده، هو واخد الارض حجه، فيا الارض ترجع يا تبيعوا الزمالك وتقفلوه، مادام نادي الزمالك وجمهوره مش مهم عندكم. يا ريت تفكروا في نادي الزمالك شويه، ما انت لو هتجيب نفس عينه فيريرا اللي كان عندك ابو 25000 دولار يبقى بلاش منه احسن، يبقى اللعيبه تمشي نفسها مع بعض افضل من فيريرا. لكن احمد عبد الرؤوف على الاقل كان فاهم الفرقه وكان عارف الفرقه ماشيه ازاي من قبل بطوله السوبر. اي نعم غلط امبارح في كذا تفصيله صغيره هي اللي ادت الهدف اللي حصل فينا في الشوط الاول، وهو ده سبب الكارثه اللي حصلت في الشوط الثاني. لو انت كنت طلعت متعادل الشوط الاول كان الموضوع فرق معاك كتير جدا باقي الماتش، لان طول ما انت بتطول النتيجه بتعادل قدام النادي الاهلي بالذات هم بيتهزوا وثقتهم بتقل في نفسهم. لكن الهدف اللي جه في اخر الشوط الاول هو ده اللي فرق في هبوط مستوى لعيبه نادي الزمالك عموما في الشوط الاول وفي الشوط الثاني. احمد عبد الرؤوف في ماتش الاهلي لو كان فكر في نادي الزمالك كان قدر يعمل تشكيل كويس ويبدا باحمد ربيع زي ما قلنا قبل الماتش. احمد ربيع لو كان بدا في نص الملعب كان قدر يقفل خطوط النادي الاهلي، لان ده مركزه مش مركز مصطنع عليه زي محمد شحاته لما لعب رقم 6 وده مش مركزه. محمد شحاته بيلعب 8، لكن لو احمد ربيع كان لاعب 6 كان قدر محمد شحاته كمان يقدر ينطلق ويقدر يلعب الكره لقدام زي ما احنا كنا بندور طوال الشوط الاول. يمكن احنا قعدنا من ربع ساعه على 20 دقيقه ما كناش عارفين الشناوي لابس لون ايه اصلا، لان الكوره ما كانتش بتوصل له. لكن احمد عبد الرؤوف فكر في نفسه وفكر ان هو عايز يعمل مجد شخصي ويعمل طريقه لعب جديده على نادي الزمالك، اللي هو ينزل سيف جعفر اللي ياما شفنا الموضوع ده مع فيريرا وما كانش بينجح، وسيف جعفر كان بيغزل فيريرا وبيغزل نفسه وبيغزل جمهور نادي الزمالك. هو الراجل ما فكرش في نادي الزمالك على قد ما فكر في نفسه بس، لكن هو بيكتسب خبرات. الراجل اتحط غصب عنه في المكان ده ما كانش مكانه اصلا ولا كان مخطط ليه من جون ادوار او من مجلس الاداره. فاحنا نسال نفسنا لو هنجيب مدرب كبير نغيره ونمشيه ما عنديش مشكله، بس مين بقى المدرب الكبير اللي هيثق فيك كاداره انت تديله مرتب اصلا؟ انت ما عندكش غير الحرس القديم، دور في دفاترك القديمه تجيب كارتيرون او تجيب جوزيه جوميز، لان كده مشاكله كتيره مع فريق الفتح واحتمال كبير يمشي. لكن انت بقى هتفكر فكر جديد وتجيب واحد جديد يجرب فيك؟ لا، الزمالك مش ناقص، والزمالك لسه في المنافسه وعنده كمان الامكانيه ان هو ينافس على بطوله الدوري او على الاقل نقفل مركز تاني. فكمل باللي تقدر عليه واللي يقدر عليك، لكن هتجيب مدرب كبير ومرتب كبير هيدينك وهتدين النادي اكتر ما هو مديون. لازم الارض ترجع، نادي الزمالك يستاهل الناس تضحي وتفكر ويتعامل زي ما النادي الاهلي بيتعامل بالظبط.